الثلاثة اللي ظاهرين قدامكم في الصورة دولت المفروض إن هم موظفين بيشتغلوا في إحدى المدارس الدولية، المدرسة دي اسمها سيدز. طبعا أنا هنا مش بتهكم على المدرسة، ولكن أنا بتكلم فين الرقابة وفين الإدارة وفين أصلا الأمان في المدرسة يحصل فيها الكلام ده. لما يتعرض 5 أطفال أو 6 أطفال ولسه الباقي جاي في السكة، ده دول بس اللي عملوا بلاغات لحد دلوقتي إن تم هتك عرضهم. أطفال صبيان وبنات في كي جي 2. لما 3 موظفين شغالين في المدرسة ديت، واحد تقريبا شغال فرد أمن واتنين، واحد كهربائي وواحد تاني مش عارف تقريبا سواق ولا مش عارف شغال إيه في المدرسة، وياخدوا الأطفال ديت أثناء يعني الفسحة بعيد عن كاميرات المراقبة ويهددوهم ويكمموهم ويحطوا سلاح أبيض على رقبتهم لو اتكلمتوا، ويتم هتك عرضهم بالطريقة دي. الكلام ده اتعرف بالصدفة لما في طفل بيتكلم مع والدته بيقول لها حصل كذا كذا كذا، وانا شفت صاحبتي بيحصل فيها كذا كذا كذا، وانا مش عارف ومش عايز اروح المدرسة. العيال بقت خايفة بتروح